هو ايه ده؟ الالوان راحت فين؟ ايه ده؟ طيب ايه اللي هيحصل لو الالوان بقت فص ملح؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فص ملح. الحياة حوالينا عبارة عن لوحة فنية مليانة أشكال وألوان، كل شكل ليه لون وكل لون ليه معنى ربنا سخرها لينا لأسباب كتيرة جدا علشان يخدمونا ويأثروا علينا. طب عمرك فكرت إيه الدلالة من كل لون حواليك؟ وليه كل حاجة في الحياة ليها لون ثابت ومعين عمره ما اتغير؟ هل الحياة لو كانت فيلم أبيض وأسود كنت هتعرف تعيشها بسهولة؟ طب عمرك فكرت فعلا إيه اللي ممكن يحصل لو حياتنا بقت أبيض وأسود بس؟ الألوان دي اختفت خالص؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. كل لون حوالينا ربنا خلقه كان ليه حكمة لينا، زي السما بلونها الأزرق والشجر بلونه الأخضر والورود بألوانها المختلفة. ومن هنا علماء النفس بدأوا يدوروا عن دلالات وتأثير الألوان دي علينا، ومن خلال دراسات كتير عملوها زي دراسة يونغ وهيرمان فون وعجلة نيوتن وصلوا لأن كل لون ليه موجة معينة، وكل موجة ليها تأثير على خلايا الإنسان وجهازه العصبي وحالته النفسية كمان. وبدأ علماء الطاقة يوضحوا لنا إزاي كل لون ليه قوة وجاذبية قادرة إنها تأثر على الإنسان، وإزاي إن الألوان قادرة تتحكم في مشاعر الإنسان من فرح وحزن وكآبة، وقادرة برضه تحسسه بالدفى والراحة. واللي يأكد لنا كلامنا التجربة البحثية اللي عملتها الدكتورة جوهرة بنت سالم، واللي توصلت فيها إن 87% من الناس شايفين إن الألوان فعلا بتأثر على مزاجهم، وده فتح لها باب كبير جدا تفهم منه وتدور ليه كل لون ليه تأثير مختلف على سلوكنا وكمان على تركيزنا. عشان تلاقي ان اللون الاخضر مثلا قادر يوصل لك احساس بالسلام والتناغم والصحه ومش مجرد كلام، في مصانع جربت تستبدل اللون الاحمر باللون الاخضر، ولاحظوا ان المشاكل بين العمال بدات تقل والانتاج بتاعهم بدا يزيد. وكمان اللون الاصفر اللي بيديك احساس بالمتعه والدفء والود، علشان كده هتلاقي ان معظم الفصول الدراسيه معموله من اللون الاصفر الفاتح لانه بيخلي الجو الطف واسهل في التعليم. لكن مثلا لو بدلنا اللون ده باللون البرتقاني هنا تبدا المشكله، لانه لون محفز زياده عن اللزوم، وده ممكن يخلي الطلبه مشتتين وتركيزهم يقل بدل ما يزيد. ومن هنا الناس بدات تستخدم الالوان في حياتهم ومجالاتهم المختلفه بالطريقه اللي تخدمهم وتوصل لهم الاحساس اللي هم عايزينه، زي المستشفيات ولبس المرضى اللي لونهم بيبقى ما بين الابيض والازرق والاخضر، لأن في دراسات كتير وصلت لأنهم قادرين بشكل كبير يحسسوا المريض بالراحة والهدوء ويمثلوا جزء من رحلة علاجه من الناحية النفسية. ومن الدراسات دي دراسة الدكتور فداء فرج اللي أكدت إن في علاقة قوية بين التأثيرات النفسية للألوان وبين تحسين الحالة النفسية للمرضى في المستشفيات. ودراسة الدكتورة دينا شعراوي اللي وضحت لنا إزاي الألوان كان ليها دور كبير في الحملات الإعلانية وتأثيرها عليك أنت كمشتري، لأنها ركزت إزاي اللون في الإعلان يقدر يغير قرارك من غير ما تحس. اللون لوحده ممكن يخليك تثق في المنتج أو تحس إنه غالي، أو حتى يخلي الإعلان يشدك من أول ثانية. الدراسة وضحت كمان إن اختيار الألوان الصح قادرة تقوم الهوية البصرية لأي علامة تجارية وتخلي شكلها محفور في دماغك، لدرجة إنك ممكن تفتكر البراند من اللون بس حتى لو ما شفتش اسمه. وده اللي بيخلي الألوان جزء أساسي من نجاح أي حملة إعلانية، لأنها بتبني صورة في ذهنك وتسيب أثر من غير ما تنطق ولا كلمة. ونيجي لنقطة مهمة جدا وصلت لها الدراسة، وهي العلاج بالألوان. هل عمرك كنت سمعت عن المصطلح ده؟ ولو سمعت هل صدقت فعلا إن الألوان ليها دور في علاج الإنسان؟ طب ما تيجي نشوف العلاج ده بيتم إزاي. العلماء وضحوا لنا إن العلاج بيتم من خلال التأثيرات اللي بتسيبها الألوان علينا ودورها في معالجة كتير من المشاكل النفسية والعصبية، وإزاي الإشعاعات اللونية قادرة إنها تأثر على إدراك الأفراد واستجابتهم. ومن ناحية تانية بتلعب دور مهم قوي مع الأطفال، لأنك من خلال رسوماتهم والألوان اللي بيستخدموها تقدر تحلل طباعهم واتجاهاتهم لو كانت عنيفة، وفي الحالات دي هتعرف ازاي ممكن تحسن سلوك وتأثر عليهم بالألوان المناسبة. ومن أهم التجارب اللي اتعملت كانت للدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، واللي ركزت فيها على تأثير الألوان في ديكور المسرح على أطفال متلازمة داون. الفكرة كانت إنها تشوف ازاي اللون ممكن يأثر على المتلقي، هل فعلا يقدر يغير في حالته النفسية ويزود التفاعل بتاعه مع العرض ولا لأ. التجربة دي اعتمدت على تقديم عروض مسرحية مختلفة، كل عرض معمول بديكور وألوان معينة، وبعد كده كانت بتقارن استجابات الأطفال من عرض للتاني. ومن خلال التجربة دي لاحظت إن الألوان الصريحة والمشرقة هي أكتر الألوان اللي بيقدروا يميزوها بسهولة، وكمان بتديهم إحساس بالطاقة والنشاط وبتساعدهم يتفاعلوا بشكل أفضل ويظهروا مواهبهم. سألتك سؤال في أول الحلقة، إيه اللي
ممكن يحصل لو الحياة بقت فيلم أبيض وأسود، بس أنا مش هتخيل معاك اللي هيحصل، أنا هجيب لك حالات حقيقية. المعروف عن عمى الألوان إن المصاب بيشوف ألوان مكان ألوان تانية، لكن هل كنت تعرف إن في حالات بتشوف أبيض وأسود بس؟ ودول بيعرفوا علمياً باسم عمى الألوان الكامل أو أكروماتوبسيا. الحالات دي في الحقيقة غياب الألوان مش بيأثر عليها بشكل رئيسي زي ما أنت متخيل، لأن الجهاز البصري عند المصاب ما بيكونش قادر إنه يدرك الألوان أصلاً ولا يعرف تأثيراتها، لكنه بيتأثر بطرق تانية بس غير مباشرة، زي إنه بيبقى عنده دايماً حساسية شديدة من الضوء، ومستوى الرؤية عنده بيبقى أقل من الشخص العادي، وما بيكونش قادر إنه يميز بين الحاجات المتشابهة والإشارات والخرايط اللي بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على الألوان. وأكيد في جزء تنظيمي هيتأثر عنه، زي إشارة المرور مثلا، إمتى هيقرر إنه يعدي وإمتى لأ. ده غير إن فرصه في وظائف معينة هتقل، زي مجالات الطب مثلا اللي هيحتاج فيها تحديد ألوان معينة لأنها بتساعد الدكاترة يفهموا حالة المريض بسرعة. يعني مثلا لون الجلد لو اتغير ده ممكن يدل على مشكلة زي نقص الأكسجين أو حساسية مثلا. وكمان في التحاليل والإشعاعات الألوان بتظهر الفروق بين الأنسجة علشان تسهل التشخيص. حتى في الأقراص والأدوية اختلاف الألوان بيخلي المريض يميز بينهم وما يحصلوش لخبطة. ومجال الجرافيك اللي معتمد بشكل أساسي على الألوان، كل المحاولات دي هتخلي الشخص يحس بالإحباط ويحس إنه بيميل للعزلة، وفي الآخر هنوصل لأن إحساسه بالعالم مش أقل لكنه مختلف. وفي النهاية يمكن ما نبقاش واخدين بالنا، بس الألوان حوالينا مش مجرد تفاصيل عابرة، دي لغة بتكلم مشاعرنا قبل ما تكون بتكلم عينينا. كل لون ليه رسالة وليه تأثير وليه سبب خلى وجوده ضروري في حياتنا. يمكن لما شفنا إزاي حياتنا كانت هتبقى ناقصة لو اتحولت لأبيض وأسود، فهمنا قد إيه الألوان مش رفاهية، ده جزء من سلامنا النفسي، من ذاكرتنا، من إحساسنا بالأمان ومن إدراكنا للدنيا. خلي الحلقة دي تكون دعوة لينا إننا نفتح عينينا كويس ونلاحظ جمال التفاصيل اللي كنا بنعدي عليها من غير ما نحس، لأن الألوان مش بس بتلون الحياة، الألوان بتكملها. ولو عجبتك الحلقة اعمل لنا سبسكرايب ولايك والحاجات الحلوة دي، وقول لنا في الكومنتس تفتكر لو الحياة كانت فعلا من غير ألوان كانت هتبقى عاملة إزاي. وأشوفكم الحلقة الجاية.